الحلقة الأولى من مسلسل ولاد بديعة. بتبدأ الحلقة بيكون في واحد دباغ جاي ولد وفرحان عليه كتير وبيسميه مختار. بعدها بيجمع الناس وبيذبحوا له شي 3 خواريف احتفالا بطهوره. وما بين هن فرحانين بهاللحظة بتدخل شحادة على الحارة هي وبنتها، وبتروح لعند الفوال وبتطلب البنت من الفوال يطعميهم. بيرفض وبيقلعن من الباب. بعدها البنت بتاخد امها وبيقعدوا على طرف الرصيف، وهون الدباغ لما بيشوفهم بيزعل عليهم كتير وبيروح لعند البنت وبيسألها عن اسمها وبيشيل بيضيفهم مهلبية إلها ولأمها. بعدها بيصير بيحكي مع أمها، ما بترد عليه. هون البنت بتجاوب وبتقول له أمي ما بتحكي، بس بتقول يا كريم. بيقول لها طيب يا حلوة أنت شو اسمك؟ بتقول له مالي اسم، بيقولوا لي بنت بديعة. هون الدباغ بيزعل عليهم كتير وبيلتفت لعند الفوال، بيقول له شو بيطلبوا هدول؟ تعطيهم وكله على حسابي. وبعدها بيتركن وبيروح. ولما بيرجع على محله بيجوا الفلاحين لعنده وبيكونوا مختلفين معه مشان المي، لأني هنن بدن المي تجي لعندن على الأراضي، والدباغ بحاجة مي كتير منشان مصلحته. وبعدها بيروح لعند رفيقه يلي اسمه سمير وبيصير يتفق معه على هي المشكلة، وبيكون هذا الحكي كله من الماضي. وبعدها بنجي للحاضر. بيكون مختار ابن الدباغ مجمع 3 أولاد وبيكونوا هنن ولاد بديعة، وحاطط كل واحد فيهم على حبلة ويبدو عليه بده يشنقن لأني أكلوا له ورثته واللي هي من أبوه اللي مات. بعدها بيمرق على كل واحد فيهم وبيزح البرميل وبيشنقه، وهيك لحتى يموتوا الإخوة ال3. وبعدها مختار بيصحى من النوم وبيكون هذا حلم شايفه في منامه. بعدها بيجي رفيقه الدكتور وبيكون مختار داخل بحالة نفسية وعم يتعالج طول هالفترة. بعدها الدكتور بيطمنه إنه أموره تحسنت وصار فيه يتخرج من المشفى. بعدها بيضب أغراضه وبيروح على البيت. وهون من بعد ما بيموت الدباغ بيستلم ابن بديعة الكبير شغله وبيطالعوا له مختار بلوشي. وبيكونوا هالفترة عم بيعانوا من قلة المي لأن رفيقهم عم بيقدر يجيب مي وهن عم بيتعذبوا كتير بهالقصة. وبيكون في واحد اسمه أبو رائد هو المستلم هاي القصة وعم بيوزع المي. بعدها بيتصلوا فيه بيطلبوا صهريج لحتى يعملوا له اللازم ويعرفوا شو قصة المي. وهون سكر يلي بتكون بنتها لبديعة متجوزة واحد مقطع موصل وعم بيسرقها، وبتكون حماتها هي يلي عم بتقوله يسرقها. بعدها بتحس عليه وبتروح بتصير بتضربه وبتعيط عليه وبتقلعه. وهون ياسين يلي بيكون أخوه لسكر الصغير مقضيها طول حياته سكر وعربدة. بعدها بيتصل معه أخوه الكبير يلي اسمه شاهين وبيقول له يجي لحتى يعملوا له لأبو رائد اللازم. بعدها بيرتب أموره ياسين وبيقلع على صاحبته من البيت وبيروح لعند أخوه. وهون سكر بتكون مستلمة كباريه وفيه قدامهم جار كل فترة بيجي لعندهم وبيقول لهم يدبروا لهم محل تاني يروحوا يشتغلوا فيه لأني هن جماعة ملتزمين. هون سكر ما بتعطي للأمر أي أهمية وبتتركه للجار وبترجع على شغلها. وهون ياسين من بعد ما بيوصل لعند أخوه شاهين بيقعد معه وبيصير يفهم منه شو السيرة، وبيكون بدهم يجيبوا له أبو رائد يلي عم بيوزع المي لحتى يفهموا كيف رفيقهم أبو أمير عنده مي بالضخضخ وهن مقطوعة من عندهم. وبالفعل من بعد ما بيجي أبو رائد بيدخلوه لعندهم على المكتب وبيقفلوا كل الأبواب وبنزلوا فيه الضرب. وطول الوقت أبو رائد بيصير ينكر كل شيء. بعدها بيشيله شاهين وبيحطه بقلب العصارة، بيقول له والله رح أخلي الزرنيخ والأسيد ياكلوا من جسمك أكل، وبيحطوه بقلب العصارة وبيقفلوا عليه. بعدها بيدوروه شي 10 دورات وبيسحبوه من قلبه. بيقولوا له شو بدك تحكي الحقيقة ولا لا؟ هون أبو رائد بيصير يبوس التوبة وبيقول لهم شو بدكن أنا جاهز. بيقولوا له احكي لنا الحقيقة. أبو هديل منين عم تجيب المي؟ بيقول لهم أبو هديل عم يدفع لي مصاري لحتى ياخد حصتكن من المي وقطع عنكن. هون شاهين بيطلع وهو معصب كتير، بيقول له أبو هديل، وبيكون أبو هديل عم يشتغل وما عم بيهديه وعنده بنت وحدة ويلي اسمها هديل. بعدها بتجي لعند أبوها وبتكون هي مستلمة الشغل. بعد شوي بيجي نظمي يلي بيشتغل عند شاهين وبيخبروا إنه أبو هديل مستلم طلبية كبيرة ولازم يسلمها بالموعد، إذا تخلف عنا رح يدفع مخالفة 200,000 دولار. هون شاهين بيتعجب كتير، بيقول له هذا شو وصل على الطليان؟ نحن قضينا عمرنا عم نقحط قحط ويا دوبك وصلنا على بيروت. بعدها بيقول له إذا المخالفة 200,000 دولار بقى كم رح تكون الطلبية؟ وبالليل سكر بترجع على البيت بتتفاجأ إنه جوزها موجود، بتبهدله وبتقول له أنا مو قلعتك ليش رجعت؟ هون هو بيكون عم يبكي وبيمثل عليها دور لحتى ما تعاقبه على المصاري اللي عم بيسرقها.
بيقول له اسمعيني، أنا أمي مريضة سرطان، ولهيك كنت عم بسرق مصاري مشان أعالجها. بتقول له طيب ليش ما حكيت لي؟ بيقول لها هي ما بدها حدا يعرف، وبيظبط أموره وبيضحك على سكر بكلمتين. وهون مختار بيتقابل مع جارة لسكر، وبيكون هو حيطه لحتى يتحطط عليها ويقلعن من المنطقة. وباليوم التاني بيجي شاهين وياسين وسكر بيتقابلوا عند الترين، وبيتفاجئوا كلهم لأني شافوا حالهم بهالمكان يلي تقابلوا فيه صدفة. بعد شوي بيطلع مختار، بيقولوا له هذا أنت؟ مو على أساس كنت مسافر؟ بيقول لهم لا مالي مسافر. بيقولوا له طيب شو بدك؟ برد عليهم بيقول لهم بدي مصراتي من ورثة أبي. هون بيطلعوا كلهم وهن مصدومين، وهون بتخلص الحلقة الأولى.